السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم مع فيديو جديد. وفي الفيديو ده هنبدأ مع بعض نفهم أو ننفذ الداتا وير هاوس اللي هيقوم عليها البروجكت بتاعنا. احنا في الفترة اللي فاتت أو في الفيديوز اللي فاتت عملنا 4 فيديوز أخدنا فيها أو فهمنا فيها البلان بتاع البروجكت عاملة إزاي. بالنسبة للبيزنس ريكويرمنتس فهي اوريدي من الداتا ريدنج اوريدي فهمناها واوريدي الدنيا جميلة يعني. والناس اللي هي مشتركة معانا في كورس الباور بي اي او اللي مشترك معانا في كورس سيكول ما اشتركتش في الباور بي اي ممكن تاخد اكسس على الفيديوز دي، بحيث ان هو برضه حته الداتا ريدنج هناك ديتيلد اكتر وتفاصيلها اكبر. ففكرني ان انا اديك اكسس على الجزئيه دي. فالبيزنس ريكويرمنتس فهمنا البيزنس وفهمنا ان الموضوع رايح لجهه فعلا حقيقيه اللي هي الهيفي باور نيوتريشن، دي سلسله جيمز على مستوى العالم. وبنبدا ان احنا من خلالها نعمل البيزنس موديل، وبنشوف البيزنس اونر عايز يوصل لايه والديسيشن ميكرز عايزين يوصلوا لايه، كل الكلام ده. فالخطوه دي بالنسبه لنا ضن، وعملنا اساينمنت للتاسك دوت مين هيعمله والقصه دي والديو ديت بتاعه والدنيا ماشيه ازاي. طيب بعد كده جينا هنا كده في التشوز داتا بايب لاين ابروتش ضن. دي بالنسبه لي ضن فيها ايه؟ ان احنا عملنا الستيجنج اريا، تمام. جوه الستيجنج اريا كريتنا الستيجنج اريا نفسها، عملنا التيبلز جوه الستيجنج اريا، وعملنا موفمنت، وعملنا الفيوز جوه الستيجنج اريا، كل ده تمام. طيب بعد كده احنا النهارده مع مرحله، وده كده يبقى اذا التاسك الكبير دوت المايلستون بتاعته كلها خلصت، فدي بالنسبه لي كلها ضن. احنا الان مع مرحله الديزاين داتا وير هاوس. كده يبقى انت قادر تكنترول البروجكت بشكل قوي، عارف انت متاخر فين، عارف التسليم بتاعتك، عارف كل حاجه، سواء انت شغال فريلانس او شغال في شركه. الكلام ده مش هين، الكلام ده مش قليل زي ما قلت لحضرتك. اكتر من 50%، ودي احصائيات مش من عندي، اكتر من 50% من بروجكتس السوفت ويرز بتفشل. وانا بقول لك من هنا بكل ثقه، مش من بروجكتس السوفت ويرز بس، اي مشروع في الدنيا مهما كان صغير مهما كان كبير ما فيهوش بلان فهو فاشل. اي شخص ما عندوش بلان في حياته الشخصيه فهو فاشل. دي حقيقه يعني، مش هنجمل الكلام. فما فيش نجاح بدون بلان. ممكن يكون في بلان وما فيش نجاح، ممكن، بس ما فيش نجاح وما فيش بلان دي مش ممكن يعني. وحتى ما بيبقاش اسمه نجاح، بيبقى حاجه لحظيه. احنا في عصر بينجح الحاجات دي شويه، ان انا اطلع ممكن اكون واقف في المطبخ بعمل فيديو واطلع ترند. بس هنا بقى بناتي القصه اعمق شويه، مش هتتفق. لا، ما هو ايه مفهوم النجاح؟ لو احنا سمينا مثلا ان انا اتشهرت عشان واقف مثلا بشكل غير لائق وبعمل حركات غير لائقه، فانا كده اتشهرت وطلعت في التلفزيون وجابوني يستضيفوني، ازاي جات لك الفكره؟ فده مش معيار للنجاح، يعني الشهره مش معيار للنجاح. بس انا بتكلم على بروجكتس وحاجات ذو قيمه في الحياه، وان شركات عملاقه بتوصل للي هي وصلت له ده بدون تخطيط، فده ما حصلش ومش هيحصل. طيب احنا النهارده البروجكت بتاعنا او تكمله البروجكت بتاعنا، احنا هنكريت داتا وير هاوس، وهنكريت تيبلز جوه الداتا وير هاوس، ثم هنكريت او هنعمل موفمنت من الداتا او من الفيوز اللي جوه الستيجنج اريا اللي احنا عملناها سوا جوه الداتا وير هاوس. تاني احنا اتفقنا مع بعض ان الفكره بتاع البروجكت بتاعنا ان احنا اوريدي بنلينك ما بين الداتا انجينير والداتا اناليسيز. فعملنا قطعنا شوط كبير جدا، 4 فيديوز جامدين جدا جبارين جدا، شفنا فيهم الستيجنج اريا كامله، شفنا فيهم البيزنس موديل، وشفنا فيهم البيزنس ريكويرمنتس، وشفنا فيهم البلان والاستراتيجي بتاع البروجكت. عرفنا الفاينل جول اللي احنا عايزين نوصل له ايه، وهو كان ان الديسيشن ميكر يقدر. الفاينل جول مش الداشبورد، الفاينل جول مش ده لو ما حققش الفاينل جول يبقى ملوش لازمه. هو ده انا معاك ان الراجل البيزنس اونر والديسيشن ميكر مش هيجي يبص هنا وما يعرفش يبص هنا وما يقدرش يبص هنا وما يفهمش لو بص هنا، ماشي، انا مش بعايبه. هو الراجل هيجي يبص هنا، اذا ما ينفعش اقول ان دي الفاينل جول بتاعي. لا، هو لو بص هنا وما الفاينل جول ان هو يعرف ياخد قرار، القرار ده يساعده بدل ما هو عنده على الويب سايت ده عدد الفولورز مش عارف ايه، او الفلوس اللي بتجيله من الويب سايت ده فلوس قد كذا، لا تزيد بالشكل الفلاني، بدل ما هو عنده فروع في الاماكن كذا يبقى يزيدوا في كذا مكان، وهكذا. طيب احنا فهمنا البيزنس جولز وفهمنا كل الكلام ده، فاحنا عارفين احنا عايزين نوصل ليه، واللي احنا مش عايزين نوصل له مش الداشبورد، مش الداشبورد. البيزنس اونر هيجي يبص هنا كده يعرف مين اعلى منتج عنده بيحصل فيه مرتجع، يعرف مين اعلى منتج عنده بيعمل بروفيت، يعرف مين اعلى منتج عنده عامل كوست، يعرف مين اعلى منتج عامل جروس مارجن. دي اكشنز، او سوري دي حاجات هتساعده ياخد اكشنز. طيب بعد ما ياخد الاكشنز
الفلوس تزيد، الجول يتحقق. الجول ايه بقى؟ ان الفلوس تزيد، ان انا بدل ما انا فاتح في بلد افتح في بلد واثنين وثلاثه. يبقى احنا في البيزنس ريكويرمنتس دي ما كناش بنلعب. تمام كده؟ طيب تعالى بقى نكمل شغل التكنيكاليتي النهارده اللي البيزنس اونرز ما بيبصوش عليه، ولكن لو ما حصلش كلنا نفشل. احنا النهارده هنكريت داتا وير هاوس، فيلا بينا على السيكوال ونبدا مع يوزنج الماستر. احنا اوريدي واقفين على الماستر، انا داخل في الموضوع على طول بيزد على الاربع فيديوز اللي فاتوا فسامحني يعني. فانا هاجي هنا كده اقول له الاوردر الصعب دوت، واقول له ايه؟ فهبدا اقول له بالاوردر الصعب بتاعنا اللي احنا عارفينه كرييت داتابيز. حلو الكلام. طيب هتسمي الداتا دي ايه يا محمد؟ هسميها باسم البروجكت. احنا اتفقنا بقى وخدنا فيلم طويل قوي في ان احنا نسمي ازاي، وعندنا 4 طرق للتسميه، قصه طويله كده. طيب هيفي باور نيوتريشن، هناخد كده اهو، اقول له باور نيوتريشن ان يو تي ار اي، هيفي باور نيوتريشن داتا وير هاوس. خلي دي كلها كابيتال. ليه بقى؟ لان انا اوريدي عندي الداتا بيزز هنا في هيفي باور نيوتريشن اللي هي الداتا الاصليه اللي الويب سايت ده بيرمي عليها. يعني انا عندي الويب سايت ده كده بيرمي عليها، تمام، وعندي الابلكيشن بيرمي عليها، وعندي ناس بتعمل داتا انتري من السيستم اللي شغالين في الريسبشن بيرمي عليها، ده اللي عند العميل. فالموضوع ايه كده كتير. فانا بقى عندي سيرفر معين، فده كده باخد من الداتا بيز الاصليه اللي هي الاولاب. واحنا عارفين ليه ناخد من الداتا بيز ما نعملش عليها تقارير؟ فيلم لازم تكون انت شفته من اوله يعني. طيب فيفضل في الحاله العمليه ان انت بيكون ليك السيرفر بتاعك كداتا انجينير. يعني الداتا بيز اللي قائم عليها الابلكيشن ما ينفعش تكون هي الداتا بيز اللي قائم عليها شغل البايب لاين والداتا انجينير. ما ينفعش يكون هي الداتا بيز اللي بيقرا منها الريبورتات، لان اي بجايه، اي عطل، اي هيدك، اي ضغط على الداتا بيز بتاعت الابلكيشن الدنيا كلها وقفت. لكن انا اوريدي عندي الداتا بتاعتي السيشن بقى الاولانيه او الثانيه في البروجكت بتاعنا، او الفيديو الثاني في البروجكت بتاعنا اللي كنت بقول لك فيها الاي تي ال والفول والانكريمنتال والمش عارف ايه والكلام ده كله. يبقى انا عندي كده الداتا بيز الخاصه بتاعتي. حتى لو السيستم واقع دلوقتي والابلكيشن مهنج، انت شفت الاي اي بضخامته وفلوسه والدنيا دي كلها وقع، السيرفر بتاعته الدنيا بتاعته وقعت، وضع طبيعي جدا بيحصل في احسن العائلات يعني. فما تجيش تقول هو ليه الابلكيشن يقع، ده سؤال بتاع واحد بتاع يعني، ده واحد كده بقال يعني مش فاهم يعني. كون ان انت تقول ليه كذا يقع، لا هو لازم يقع، بس ان انت تعرف سبب وقوعه ده لازم. بس ان انت تطلب ما يقعش خالص ده مش طبيعي، ده في عرف السوفت وير يعني. المهم، فانت بتكريت الداتا وير هاوس بتاعتك اللي هي في الحاله العمليه هتبقى على سيرفر تاني، بس احنا هنا غالبا عندنا اللابتوب بتاعنا الرفيع الضعيف ده اهو بنعمل على نفس السيرفر. طيب وبالمناسبه ممكن تكون في حياتك العمليه مش متوفر لك سيرفر، فبتضطروا كلكم تبقوا على سيرفر واحد. والله بقى انت بتوضح ده في دوكيومنت وفي ميل وفي كل القصه دي. المهم يا سيدي الفاضل، حضرتك بتيجي تقول له كرييت الداتا وير هاوس اللي هي الهيفي باور نيوتريشن. طيب احنا بنكرييت دي ليه بقى؟ احنا بنكرييت دي عشان خاطر الكونسبتس اللي احنا اخدناها. ان انا الراجل بتاع الريبورت، الراجل اللي هو الداتا كونسيومر، اللي هو هنا في الحاله بتاعتي هيبقى الداتا اناليست. الراجل ده لما هيجي هنا كده اهو هيبدا ياخد من الداتا وير هاوس. يعني الداتا يعني انا حصل مدعكه وانت شفت المدعكه دي جوه الستيجنج اريا. عملنا دي نورماليز داتا، وعملنا الفيوز، وعملنا موفمنت للداتا، وعملنا ستورد بروسيجر عشان خاطر ايه تخلي الموضوع اوتوميتد، وهنعمل جوب عشان خاطر ترن الستورد بروسيجر ديت بسكادول معين. تمام. طيب هنا بقى انا هنشئ جداول تاخد الداتا مشفيه من هنا. يعني الداتا من هنا جايه منين؟ جايه من الاصل. جايه متشفيه؟ لا. بنعمل ايه هنا؟ بنشفيها. يعني ايه بتشفوها؟ يعني بنجهزها للشغل. طيب بعد ما جهزت للشغل ناخدها من هنا نحطها هنا في الداتا وير هاوس، عشان يبقى كل حاجه اورجنايز ومنظمه وكنترولد ومانجمنت. يبقى دي كده بيجي الراجل الداتا كونسيومر، سواء بقى كان داتا اناليست يجي من اهو ياخد، سواء كان داتا ساينس، سواء كان بتاع اي اي ياخد من هنا ويعيش. المعجنه اللي حصلت هنا كده شغل الداتا انجينير، من هنا كده شغل الداتا اناليست. طيب لو انا عايز ابقى راجل فيرود زي ما انا بحاول اعملك فيرود وابقى بي اي ديفلوبر، لا ابقى مسؤول عن كله. وهو ده اللي احنا مراعينه في البروجكت بتاعنا.
طيب انا هاجي هنا كده بقى ايه اكريت المرحله دي عشان بعد كده نروح على المرحله دي. تعالى بقى نشوف يا باشا، انا كده في السنتكس ده كده كريت الداتا وير هاوس، عايز اشوفها اهي، ادي هيفي باور نوتيفيشن داتا وير هاوس. حلو. طيب جوه دي هبدا اكريت التيبلز بتاعتي. طيب التيبلز هتبقى عباره عن ايه؟ ما انا لازم اكون بقى دوكيومنتد القصه اللي فاتت دي كلها. انا في مرحله الاكستراكت او سوري في مرحله الستيجنج اريا جيت عملت 4 فيوز. ال4 فيوز دول واحد منهم كان للكاستمر بكل ما يحتوي الكاستمر من انفو انا عاوزها. انا عايز اجمع ايه عن الكاستمر، وعملت له فيو اسمه فيو كاستمر. يعني لو انا جيت هنا كده في نيو كويري وجيت قلت له سيلكت اول، هستخدم الستيجنج اريا اهي، وجيت قلت له سيلكت اول فروم الفيو بتاع الكاستمرز. انا مش فاكر الفيو فين بالظبط من الستيجنج، او مش فاكر اسمه بصراحه، خلينا نشوفها سوا. ادي الفيوز، معلش اسمه فيوز سوري، ادي الستيجنج اريا، ادي الفيوز. خلينا نرفرش. لا هي دي سوري، في اتنين بنفس الاسم، انا اسف. هقول اهي. فانا هنا كده قلت له فيو في دبليو، هو هيجيبها لوحده في دبليو ديم دي اي ام، وكاستمر سي. تمام. وهاجي اقول له اكسكيوت. مش حاجه بالاسم ده، خلينا ايه نظبطها اكتر. انا اخترت اسم داتابيز غلط عشان كده هو مش راضي يقراها لي. ايوه هي دي، بس كده ممكن بالظبط. حلو قوي. يبقى ده كده ده الفيو اللي احنا كريتناه. يحتوي على ايه الفيو ده بقى؟ على كل المعلومات اللي انا عاوزها عن الكاستمر. الفيو ده كان عامل ازاي؟ لو جيت هنا كده وقلت له سكريبت فيو از كريت تو نيو كويري، الفيو يا سيدي احنا اللي كاتبين ده معانا مع بعض. ده انا كان ممكن اجيبه لك من هنا كده اهو، لو انت مش مصدقني ولا حاجه اهي. الستيجنج اريا، ادي الفيو بالستورد بروسيجر بالقصه دي كلها. طيب اهي ادي الدينورماليز، ادي الفيو بتاع الكاستمر اهو يا سيدي. انت قلت له سيلكت كاستمر كي كاستمر بزنس تايب، بعد كده سيتي نيم من تيبل تاني اسمه الجيوغرافي، بعد كده الستيت نيم، بعد كده الكانتري نيم، بعد كده اهو. هو ده اهو. ادي الكاستمر كي، ادي الكاستمر، ادي البيزنس تايب، ادي السيتي نيم، ادي وعملت الاثنين جوين بتوعك. افتكر بقى، ارجع للفيديو بقى، معلش ارجع للفيديو عشان ما اخدش من وقتك اكتر من كده. حلو. طيب الفيو ده بمشتقاته بمحتملاته اللي هي دي، اللي هم عباره عن 701 سطر اهي، انا عايزه يتنقل عندي في الداتا وير هاوس. بس يتنقل فين؟ استنى بس يتنقل فين؟ يجيبه زي ما هو بعمله كده؟ لا، انا هعمل تيبل يبقى موجود خاص بالكاستمر بس، موجود في الداتا وير هاوس. وهي دي الابروتش اللي احنا كنا بننقيها سوا بيزد على الكيسه بتاعتنا. النادي ستيجنج اريا وادي داتا وير هاوس. طيب الداتا هتتنقل من داتا بيز لداتا بيز. ايوه، هي الداتا بتتحط في داتا بيز في ايه؟ في اكياس؟ في شكاير؟ بتتحط في جداول. طب انت لسه عامل داتا وير هاوس قرعه فيهاش ولا جدول، حضرتك عايز تنقل لها داتا، الداتا نفسها بتتحط في جداول. طب ازاي؟ مش كلام مش منطقي. طيب هتيجي حضرتك من هنا كده تقول له يوز، او تختار الداتا وير هاوس من هنا لو مش عايز. في ناس بتكره كلمه يوز دي، وتبدا تقول له ايه؟ كريت لي التيبل بتاع الكاستمر اللي هيبقى مخصوص للكاستمر. فحضرتك هتيجي تقول له كريت تيبل، امر صعب جدا. كريت تيبل، انا خلينا نكتب، ما بحبش الكابيتال دي كلها كده. كريت تيبل. هتكريت تيبل ايه بقى؟ او يعني هتسميه ايه؟ او ايا كان الدنيا، ايا كان هسميه مثلا. هنا برضو التسميه، فهمت؟ كنا بنتكلم في حته التسميه ليه؟ يبقى ديم سمول المره، ولو ان ده مش صح، يعني المفروض انت بدات هنا كابيتال، يبقى هقول له ديم عشان تبقى التسميه دي بتبقى في الدوكيومنت بتاع البروجكت. يعني انا واحد من الناس اول لما رحت كنت يعني شلح، فكنت اروح اي حاجه طلع ان دي جرايم واتخصم لي. بكلمك بجد، وانا كنت متضايق جدا ساعتها، اللي هو ازاي يعني حاجات على التسميه؟ انتوا ناس تافهه قوي. لا هم صح، هم صح، واللي هيقعد تحت ايدي بعد كده هخصم له بصراحه. المهم، فانت هتيجي هنا كده هتقول له كاستمر. لو انت عايز بقى تشتغل شغل بروفيشنال بقى، عود نفسك على ده. كات
يعني تجد ده في الحياه، هتلاقيك تقول لي صعب انفذه يا باشمهندس، عشان نكون صراحه مع بعض، صعب انفذ ده. طب نفذه مع نفسك على الاقل يعني. المهم هنيجي نفتح الكورس بتاعنا، ونيجي ننزل سيكا كده ونبدا نكتب التيبلز بتاعتنا، او سوري، او الكولومز بتاعتنا. انا الكولومز اللي عندي واحد كاستمر كي، انا بس عشان مش فاكر فاقول له كاستمر كي، واهو كي. حلو. ونيجي نختار للكاستمر كي دوت نوعه انتجر، فهمت بقى ده الدي دي ال اللي كنت بتاخدها ليه، ونيجي مثلا نقول له نوت نل. اتمنى اكون في يعني بتتذكر بقى معانا الحاجات دي، انت واخدها في الدي دي ال كانت لازمتها ايه ومش عارف الفيلم الابيض دوت. طيب بعد كده الكاستمر، اللي هي بصراحه الاسم ده انا مش راضي عنه خالص. الكاستمر اللي هو يقصد بيه الكاستمر نيم، ده كان فار كاركتر. طبعا انت عارف يعني ايه فار كاركتر دلوقتي، يعني مش ده كله ما فيهوش حرق بقى. 200 مثلا، وهنيجي نقول له نوت نل برضه، نوت نل. طب ها اللي بعده اقول له البيزنس تايب. طب انا بعرفهم منين؟ انا بيني وبينك انا كاتبهم في ورقه قدامي قولا واحدا يعني، بس عشان الناس بتفكر ان الموضوع اختراع يا شباب، بدل ما ارجع ابص هنا كده بزنس تايب، لا انا كاتبهم في ورقه قدامي، ايه هاخدها سكرين شوت، هاخد من مش عارف ايه. انت صح، اتعامل بسرعه واللي ينجزك، انت فاهمني. طيب بزنس تايب، تمام. احنا برضو كل شويه نسقط القصه دي. بزنس تايب، ودي كاستمر. شهادة تحديد خط ليش من بيعك فيه بي يو اس اي ان اي اس اس، هو حتى مش فاهم في سبيلنج، فماشي خليها زي ما هي. نوعها ايه؟ اخليها برضو فايل كاركتر، تمام. وليكن مثلا لا ده مش مستاهل 200 خالص، فانا ممكن يلا 200 برضو. كده كده الفايل كاركتر بيحافظ لي، وانت فاهم يعني ايه بيحافظ لي، ان شاء الله تكون فاهم يعني. نوت نل كاما. طيب بعد كده هنعوز السيتي نيم. السيتي نيم، سوري مفيش سبيس، هقول له سيتي نيم. سيتي نيم نوعها فار كاركتر، وهتبقى نقول له مثلا 200 برضو، وبرضو نقول له نوت نل. اللي بعدها هنقول له الستيت كود. جميل. برضو ده هيبقى var كاركتر، وهيبقى مثلا نقول له 3، ونقول له برضو not null كما. هنقول له مثلا الستيت نيم، state name، وهنقول له var كاركتر، وهنفتح دي كده ونقول له 200، ويلا بينا ونوت نل برضه. جميل كما. طيب اللي بعده هنقول له الايه الكانتري نيم، وهنقول له برضه var كاركتر 200، وهنقول له نوت نل. طيب في حاجه تانية محتاجها عن الراجل الكاستمر ده، معلومه تانية اجيبها له، اللي هي ايه؟ اسم القاره بتاعته، تمام. تنت نيم، نوعها ايه؟ نوعها var كاركتر. طيب كام؟ 200. طيب ثانيه واحده بقى، الاسامي دي انا ما اخترتهاش بمزاجي، يعني الاسامي اللي انا كتبتها ده دلوقتي شبه مفروضه عليا. ليه شبه مفروضه عليا؟ لان هو هنا انا بعمل حاجه اسمها مابنج. ركز بقى، عشان بعد كده احنا بنقعد في الدعايه والاعلان بتاعتنا نقول لك احنا الكورس الاوحد، واحنا الكورس الاجمل، واحنا الكورس الاطول، واحنا الكورس الاقصر. طيب اهم ميزه بتيجي بتاخدها من اي كورس، ان الراجل ده لو الانفو منه او الفايده منه او الفاليا منه بتاخدها في الحته اللي هو بيعملها بس، فالراجل ده على قده، اللي هو انا يعني، وانا على قدي فعلا. طيب ليه الراجل ده يبقى على قده؟ لان انا
اما اجي بعد كده اشتغل على اي تي ال تولز شبه الاس اس اي اس سيكوال سيرفر انتجريشن سيرفيس، او اي اي تي ال تول خلقها ربنا يا جدع، يكون حتى البار كويري، في حاجه اسمها مابنج. يعني ايه مابنج؟ يعني انا الكاستمر كي ده كولوم هيكون بيحتوي على ايه؟ على الاي دي بتاع الكاستمر. طيب والكاستمر كي اللي انا عملته حالا ده هيكون ايه؟ كذا كذا. طيب في التولز الثانيه، فاكر الامتحان بتاع ابتدائي بتاع وصل ما بين العمودين، تمام؟ في التولز الثانيه في وصل. يعني ايه في وصل؟ وان شاء الله هنوريكم حاجه شبه دي على اكتر من اي تي ال تول، يعني ان ربنا احيانا يعني، بس مش في البروجكت ده الصراحه. يعني بنعمل مابنج، يعني من الاخر انا مثلا ما اقدرش اسمي ده كاستمر اي دي، لازم اسميه كي زي التاني. يفضل اصلا الطريقه البروفيشنال، بس انا كنت بعمل كده عشان خاطر امرنك واخليك تكتب بايدك. يفضل الطريقه البروفيشنال اروح واخد دور كده. لو انت عايز بقى تبقى جبار وسريع وابن لذينه، تقوم واخد دور كده كوبي، روح رازعهم هنا كده كنترول في كاسامي، وتقعد تكتب الانواع بقى ايه في حته ثانيه. تجيب الانواع من هنا، تجيب الانواع تعمل ديسكريبشن تاني وتجيب الانواع من هنا، ماشي. يعني تجيب هنا كده من عند الفيو ده كده، كليك يمين، او من عنده كل سوري تيبل، تجيب الوصف بتاع بتاع الكولوم ده. يعني الكاستمر كي ده كان مواصفاته ايه؟ فاهمني؟ طيب ليه بقى؟ لان هنا مفيش وصل، هنا بيبدا. فاكر الباور كويري لما كان بيشتغل، لما بنيجي نعمل ابند ويطلع السبيلنج مش نفس السبيلنج، فما يشوفش ان ده كولوم نفس الكولوم، فما يجيبهمش تحت بعض. هنا كده برضه كيس سنتيتيف، يعني انت لازم تخلي بالك من الجزئيات دي. لو انت بتشتغل على تول من تولز الاي تي ال هي مخصوصه للاي تي ال، فانت ممكن تسمي الكولوم ده كاستمر كي، وتسمي الثاني عم علي البواب، عم ابراهيم بتاع البقاله، براحتك. ليه؟ لان في هناك اوبشن جميل جدا في اي اي تي ال تول خلقها ربنا، وهو المابنج. يعني ايه مابنج؟ يعني انت بتروح موصل كده، موصل والله يعني مش عارف، بس ما فيش صوره دلوقتي اوضحها لك. موصل يعني بيبقى الكولومز كلها معروضه قصاد بعض كده، وانت تروح موصل ده بده، تقول له ان الكاستمر كي ده اللي جاي من الفيو هو اللي هنا اسمه كاستمر اي دي، فده مش متوفر هنا، فانا مضطر احترم نفسي وانا بسمي التسميات دي. دي نقطه، يا دي هنا بقى نقطه جباره بقى. فالبروجكت والقصه دي، انت كراجل داتا انجينير، انت اكثر ما تعاني في الداتا كواليتي، واكثر ما تعاني في القصه دي. فانت لازم، عشان كده جبنا لك كليك اب، وعملنا لك بروجكت مانجمنت، وعملنا لك بروجكت كنترول، وصححنا صح على التاسكس اللي بتتعمل، وعملنا اساينمنت ببعض التاسكات، واللي عليه تاسكات يعرفوا عليه ولا لا، وكتبنا كومنتس، ومش فيلم، عملنا فيلم سوا، صح كده؟ طيب الفيلم ده ما عملناهوش من اجل المنظره، يعني الفيلم ده احنا ما كناش بنعمله كده عشان خاطر ايه؟ نحن نختلف عن الاخرون. لا، هي انت حياتك لو مش كده، والله بجد مش شغلك، لو حياتك مش كده انت في كارثه. لازم تتحرك، تمام؟ فانت كداتا انجينير الموضوع صعب، والاكواد كتيره، والبروجكت صعبه، والدوكيومنتيشن طويله. فلو انت مش مسهل الدنيا على نفسك انت قبلهم، فانت هتتعب. فالكلام ده مهم جدا. والاسقاطات اللي انا بقعد اعملها لك في النص دي هي اهم ما في الموضوع. يعني دي كده اللي احنا عملنا مابنج هنا من غير ما تعرف ان انت بتعمل مابنج ده اصلا. ما ينفعش انا كانستراكتور اعديها وامشي، انا كده فاشل، وكده انا هصعب على اللي هيسمعني اكتر. تمام؟ طيب، فانا كده كريت الكولوم، او سوري التيبل الاولاني، ما انساش اروح عامل دي كده وقافل القوس، واسلكت ده واكسكيوت. هيتكريت عندي اول تيبل في الداتا وير هاوس بتاعتي، وهو الكاستمر او الديم كاستمر اللي هو ده. طيب بنفس السيكونس يلا مع بعض نكريت باقي التيبلز، وهندخل على التيبل اللي بعد كده، الا وهو ايه؟ ما انا عارف انا هعمل ايه، الا وهو البرودكت اللي هو الديم برودكت. تمام؟ طيب انا يعني عشان الوقت مفضل ان انا ايه، يعني عملت لك واحد دايمنشن، اعمل لك واحد فاكت، وهيبقى لك اثنين. يعني احنا بالظبط عندنا يا شباب ديم كاستمر، وعندنا ديم برودكت، وعندنا فاكت ريتيرنز، وعندنا فاكت سيلز. هي نفس القصه. انت كده انا يعني عشان كده انا طولت لك في ده، وهطول لك في اللي بعده عشان الوقت. اعمل انت الباقي، وكده كده السنتكس بيتبعت لك، بس
ما تندمنيش ان انا بعته، يعني معنى خش انت اكتب وعك وخليه يطلع لك الايرور الاحمر اللي لسه طالع لي هنا من شويه. لو كتبتها ناعمه من اولها كده وظبطت معاك يبقى احنا بنشتغل بعض، او انا اللي بشتغل. يعني لو انت بتكتب الكويريز صح من اول مره انت بيتنصب عليك، لازم يطلع هنا ايرور وتاخد الايرور كوبي وتروح على شات جي بي تي. انا عملت معاك كده في فيديوهات الكورس والله، وكان في اخطاء متعمده وكان في اخطاء مش متعمده، يعني ببقى بكتبها كده وانا سرحان بعمل حاجه مش واخد بالي منها كده. انت شفت اهو، حضرت معانا كورس مدته تخطى ال 40 ساعه دلوقتي. فانت محتاج اللي هو الحاجات دي تجربها بايدك. طيب تعالى بقى عشان خاطر وقت حضرتك ووقتي، فانا هخش لك على، سامحني يعني، هخش لك على الفاكت سيلز بسرعه كده، لان يعني ما فيش جديد في الباقيين. يعني الفاكت سيلز انا برضو مش فاكر كان في ايه، فهاجي من هنا كده انا كاتب قدامي. بص انا بص انا صريح معاك ازاي، بس انا هعتبر ان انا مش كاتب قدامي. فهاجي هنا كده اهو، ادي ده كده الفاكت سيلز، دي التيبلز اللي فيه. فاكر التيبلز دي كانت معجنه، ده كان اكتر تيبل ارهقنا يعني. انا عايز ايه من هنا، من الاخ دوت من الفاكت سيلز؟ عايز منه شويه اعمده شبه الايه، شبه الاوردر ديت، شبه الفيو ديت، شبه الشيب ديت، شبه السيلز اوردر نمبر، الكاستمر كي، كل الفيلم الحنان ده، النت سيلز. يعني انا هاخد الاسامي النهائيه بتاعت الكولوم. فانا راجل كسول شويه وبذلت مجهود جبار في اسمها ايه، في الفيوز وفي الستيجنج اريا. فبصراحه مش هبذله تاني، هاخد هنا كده كنترول سي وهاجي هنا. ما هو الشغل سمارت ده برضو مش شويه يعني. كرييت، في ناس هنا لازم تعيد اختراع العجله، لا. كرييت تيبل، انا اقول له كرييت تيبل. التيبل ده انا هسميه فاكت اف مبقاش كده اندرسكور قصدي، وهقول له سيلز. ممكن احط فيه اسم الداتابيس بتاعته اللي هي الداتا وير هاوس، في ناس بتحب تعمل كده، ماشي مفيش مشكله، بحيث ان ده يبقى متحدد ان هو داتا وير هاوس. وهنزل هنا كده خطوه وافتح القوس بتاعي وانزل وابدا احط الخناقه اللي انا جاي بيها، بس همسح الايه، الحاجات دي. هو طبعا شديد لخطوط حمراء لان السنتكس حتى الان غلط. ما انت كاتب لي اسم الكولوم يا فرحتي، امال ايه؟ ايوه يا باشا، فين نوعه وفين الكونسترينز اللي عليه وفين وفين وفين؟ فاهم حاجه؟ طيب ده نوعه ديت كده، ده كده سليم، هيشيل، بص شال الخط على طول. طب انت ما قلتش لسه نوت نال، ما هي دي مش لازم، بس احنا هنقول له نوت نال. طيب هنا ده نوعه ديت برضه، واحنا ممكن ناخد دي بقى. بص السرعه في المطلوبه برضه، كنترول في، وهنا كده كنترول في، وهنا لا، ده بقى هيبقى سيلز اوردر نمبر. ده هنخليه يا سيدي ان فار كاركتر. تمام. كام يا محمد؟ قول له 50. ماشي. وطبعا 50 بقى ايه، عشان خاطر عدد الاوردرز وما يحصلش بجايه وما يبقاش السيستم تقيل، ارجع لفيديوهات الكورس. طيب الكاستمر كي والله اخدها من فوق. شغل، بص تشغيل الدماغ دي احسن حاجه فيها ان هي ما بتحسبش كهرباء، مش عند كل الناس طبعا. برودكت كي اخده برضو انتجر، برضو هيبقى نفس القصه. برودكت كي انتجر، نوت نال برضو اخدها كده اهو، كنترول سي كنترول في. اوردر كوانتيتي هيبقى تقريبا برضو انتجر ونوت نال اهو، عشان دي ارقام. اليونت برايس، لا اليونت برايس بقى هيبقى فلوت بقى اعتقد. خلينا ناخدها فلوت، الاو اي تي ونوت نال عشان نخسر بعض. نوت نال. اليونت كوست زي ما انت، تعالى دي سعر ودي سعر برضه، دي سعر تكلفه ودي سعر البيع. طيب بعد كده هو ليه ما جابش باقي الخدمات؟ انا بعد كده هحتاج الديسكاونت، واحتاج الديسكاونت برسنتج، واحتاج النت سيلز. ارجع اجيب باقي الخناق. دي النت سيلز اللي كان فيها معجنه. كنترول سي واروح هنا كده. لا اهو، وهنزل كنترول في، طبعا همسح الكود دي، ودي هتبقى نقول لي برضه فلوت بقى واخدها زي دي، فلوت وايه،
كنترول سي، كنترول في، لان دي احتمال يكون فيها علامات عشريه، وضع طبيعي جدا. بعد كده هاخد الديسكاونت او هحتاج الديسكاونت. خلاص بقى، ما هو بقى في كولوم هناك اسمه ديسكاونت، احنا كنا حاطينها از الياس نيم بس هو بقى اسمه ديسكاونت. تمام. برضو نفس الحاجه اهو، كنترول في وكاما. وبعد كده هيبقى ممكن اجيب البرسنتج، والله مش عارف حاسس ان انا مش هعوزها، بس هاتها يعني مش هنخسر حاجه. طبعا هنخسر حاجه. مين قال مش هنخسر حاجه؟ لا بس ده مش سوري. ليه بقول هنخسر حاجه؟ عشان خاطر دي كده يعني لود يعني. خلينا برضو ناخدها فلوت ونطلع. كنترول سي كنترول في وبس كده، نقفل القوس بتاعنا. ده تاني تيبل معانا اللي هو الفاكت. طيب بما ان الموضوع سريع وانت صعبت عليا، فخليني اكمل لك كده مع الباقي. خلاص ده ما بقناش عايزينه في حاجه، وده برضه ما بقناش عايزينه في حاجه، وده ما بقناش عايزينه في حاجه زي الفل. لا نو. تعالى هنا كده ننزل على كرييت للتاني اللي هو الديم برودكت مثلا. خلينا نشوف الديسكريبشن بتاعه. شفت بقى ان انت لما تتعب صح من المره الاولى الحياه بتبقى زبادي خلاط ازاي؟ طيب دي كده الكولومز اللي موجوده في التيبل بتاعك. خدها زي ما هي، كنترول سي وارجع ل ده اهو كده، وانزل تحت سيكا هنقول له كرييت تيبل. دي اوامر الدي دي ال. كرييت تيبل اسمه ايه يا محمد؟ اصحى للتسميه. ديم برودكت. برودكت اتفضل طبعا يكون جمع. ممكن تكتب جنبه كلمه داتا وير هاوس. وننزل نفتح القوس وننزل كنترول في. ظبط دنيتك. امسح 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 امسح. يلا بينا. برودكت كي ممكن نغشه مننا، احنا خدناه قبل كده اهو. انتجر ونوت نال. كنترول سي كنترول في. برودكت نيم ده اكيد هيبقى فار كاركتر، بس خلينا ايه نتاكد من قديمه. نرجع على قديمه ونتاكد. طب ارجع على قديمه واتاكد يعني ايه؟ قلت له يا باشمهندس خلينا برضه نشوف كده. احط نفسي مكانك عشان انا راجل غلبان. يعني ايه ارجع على قديمه واتاكد؟ بص يا سيدي، انا هنا مش فاكر ده كان ايه، فانا هروح جاي راجع للاصل. ايه الاصل بقى؟ بص، هو الاصل ده كان في الستيجنج اريا. حلو. فين في الستيجنج اريا؟ اهو في البرودكت. كله تيبل اسمه البرودكت. فين البرودكت؟ فين اهي. كليك يمين واجي هنا كده واقول له السكريبت، وهاجي اقول له دروب تو كريت تو اهي، واقول له نيو. انا مش فاكر يعني انا بعمل مابنج ولازم انا احافظ على الاسم واحافظ على الداتا تايب ومش عارف ايه عشان خاطر ما تضربش مني المابنج باصول المابنج يعني. فانا خايف اعك حاجه. بص بقى اهو، ادي البرودكت نيم كان اسمه ايه بقى اهو، ان فار كاركتر 50 ونات نال. بس ما تشغلش مخك، ما تشغلش مخك. والله احنا والله بنعمل كده في الحقيقه. انت مش مصدقني صح؟ بس احنا بنعمل كده في الحقيقه. طيب السايز، انا لسه جاي من هناك. السايز اهو. لا مش ده. السايز اهو. ان فاركر هي خلاص مش هاخدها كوبي تاني، انا واخدها اصلا. وهمسح بس دي. طيب الديتيل اها، واضح ان هو ايه، كان بيبصمج. كنترول في ماشي، وهمسح دي. طيب السب كاتيجوري نيم، السب كاتيجوري نيم اعتقد هيكون نفس القصه. ده هتجيبه من تيبل تاني. تمام. الكاتيجوري نيم اهو زي الفل. وانزل اقفل قوس التيبل بتاعك. ادي تاني تيبل معانا، بس محتاجين نمسح ده. حلو حلو. طيب او تالت تيبل بقى معانا، سوري. تعالى. لا تعالى كده اهو. تعالى وتعالى هنا كده امسح لي او اقفل لي بقى، مش امسح، اقفل لي دي واقفل لي دي برضو. واحنا هنا زي الفل تمام. ما بعد ذلك الفيو رقم 4 اللي هعمل. انا بعمل ايه دلوقتي يا شباب عشان ما اكونش سرحت مني؟ ها، واحده واحده. انا عايز اعمل موفمنت للداتا فروم الستaging اريا تو الداتا وير هاوس تو التارجت سيكشن. ما هو التارجت سيكشن؟ داتا وير هاوس. طبعا اتفقنا ليه داتا وير هاوس من بدري. طيب
الداتا وير هاوس دي فاضيه، داتا بيس فاضيه ما فيهاش حتى جداول. انا بعمل ايه دلوقتي؟ بجهز الجداول، والجداول كمان فاضيه. يعني كان عندي داتا بيس فاضيه مليتها حطيت فيها جداول، الجداول فاضيه. الجداول دي قاعده ايه بقى؟ قاعده مستنيه الداتا تتنقل لها. هو ده الاي تي ال اللي انت يعني فحطنا بعض فيه. طيب تعالى بقى هنا كده، اخر جدول معانا اللي هو الفاكت ريتيرنز، وهو برضه هجيبه من الفيوز. هات الفيو يا عم محمد بتاع الستيجنج اريا. لا برضه بروح على الغرض دايما. بص فين الفيوز اهي، فين الريتيرنز اهي، كليك يمين وسكريبت الكلام الظريف ده. ماشي، كنترول سي من غير سيلكت بقى، انا اسف. وهاجي هنا اقول له كرييت تيبل فروم ايه؟ انا بقول كرييت تيبل اسمه فاكت اف اندرسكور ريتيل. انزل افتح القوس بتاعك، انزل كنترول في، امسح بس السلكت دي معلش. تعالى لي هنا بقى الديو ديت هيبقى ديت، اخد دي كده كوبي، كنترول سي، كنترول في، وريتيرن ديت، كنترول في. السيلز اوردر نمبر انا برضو كنت عاملينها قبل كده اهي، اخد دي كده كنترول سي، كنترول سي، وهاخد هنا كده كنترول في. الكاستمر كي لسه عاملينها حالا. بص بقى يعني المشي الصح بيعمل ايه؟ جميل المشي الصح. واجي هنا كده كنترول في، برودكت كي لسه عاملها حالا، فين برودكت كي اهي، كنترول سي، كنترول في. طبعا الحياه مش بالنعومه دي، الحياه مش بالنعومه دي، بس النعومه دي موجوده. يعني على حسب بقى الصنايعي اللي شغال، ممكن انت تخليها موجوده وممكن تخلي كل حاجه صعبه. طبعا الحياه اصعب من كده، عشان بس ما حدش يضحك عليك وتشوف فيديوز يقول لك ايه في الفيديو ده قدرنا ان احنا نعمل ونسوي ومش عارف ايه. لا، هي الحياه اصعب، وهتشوف الصعوبه جايه دلوقتي. يعني انا برضو هعرضك للصعوبه دي، ما تقلقش. الحياه كلها مشاكل. اي كورس في اي مجال في اي حاجه في الدنيا ما عرضش مشاكل هو كورس فاشل. يعني ايه؟ الراجل بيعلمك هاو تو ان انت تكون سمارت وشغلك اسرع، يشكر. بس ليست هكذا الحياه العمليه دائما. يعني مش كل حاجه شورت كاتس واختصارات وكل حاجه ناعمه وكل حاجه تروح تلاقي. يعني ما كانش حد غلب. دايما يقول لك ايه؟ لولا المشاكل ما حدش كان طلبك في الشغل. يعني لو ما فيش مشاكل والدنيا ماشيه جميله كده، ما حدش يطلب سيادتك في الشغل ولا يطلبني ولا حد يطلب حد خالص. لكن لازم حضرتك تتعرض لمشاكل. ادي كده الداتا وير هاوس خلصنا الكرييشن بتاعها بالتيبلز بتاعتها. يبقى انا كده ممكن يحق لي، طبعا لو رنيت ده كده هلاقي ان هي اتكريتت عندي في الداتا وير هاوس اللي انا مكريته اهو. هلاقي كده الاربعه تيبلز بتوع اتكريتوا، الديم كاستمر والديم برودكت والفاكت ريتيرنز والفاكت سيلز. وادي كده كل التيبلز بتاعتك كده اصبحت جاهزه. تعالى بقى ايه يحق لنا ان احنا نروح هنا كده ننشط صوره، نعمل الواجب اللي علينا. انا كده عملت الداتا وير هاوس بالكامل، وعملت، افتح بس التاسكس بتاعته. ايوه، عملت الداتا وير هاوس، عملت التيبلز في الداتا وير هاوس. الموفمنت بقى وما ادراك بالموفمنت. هنا بقى يلا بينا نتخانق. تعالى بقى انا كده انشأت التيبلز، فاضل لي ان انا خلينا نقول نيو كويري كده. فاضل لي ان انا احرك بقى الداتا. ومش بس احرك الداتا، ده انا احرك الداتا واوتوميت عمليه تحريك الداتا. فالموضوع ايه؟ مش اسهل حاجه، او مش اسهل حاجه. فالموضوع ده اقوى حاجه في الموضوع بس. طيب تعالى بقى نشوف الكلام ده واحده واحده. يعني هتلاقيني بكتب الكويري وبرجع فيه كتير. ليه؟ انا همشي بعقلك انت بس بعد كده. ركز بس قبل ما نبدا في المرحله الصعبه دي. في الحاله العمليه في بدايتك هتعمل زي ما انا هعمل كده دلوقتي. طب انا بعمل ليه كده دلوقتي؟ ليه في ناس تقول لك ليه ما ندخلناش على الصح على طول؟ لا يا حبيبي، انا لازم امشي مع عقلك اللاواعي بقى. لازم اقول لك دماغك بتفكر ازاي ومش عارف ايه والكلام ده كله. وبعد كده اما تعمل اكسبيرينس وتعوص ايدك. عشان كده بنقول يا جماعه مش اي حد يدي كورسات. يعني لازم يكون عاص ايده وغلط اكتر ما عمل الصح. فانا هاجي هنا كده وهاجي اقول له ايه؟
تعالى ننقل الداتا. طب هاو تو ننقل الداتا، ازاي ننقل الداتا؟ اول حاجه انا هقول له الامر العجيب بتاعنا وهو الانسيرت انتو. تعال نجرب على، احنا هنجرب على نقلتين اتنين وانت انقل الاتنين التانيين. طب بص يا سيدي، انت عايز تنقل منين لفين؟ عايز انقل من اسمه ايه دوت الفيو اللي موجود في الستيجنج اريا اللي احنا شفناه من شويه للجداول اللي احنا لسه عاملينها من شويه. يعني احنا شفنا فيو انشأناه في فيديوز ثانيه، فعايزين ننقل الى اللي احنا لسه عاملينه. طيب عندي اوردر اخدناه قبل كده او امر اخدناه قبل كده اسمه انسيرت انتو. هات فيه، اجيب فين بقى؟ هيفي باور نيوتريشن داتا وير هاوس دوت اسم التيبل. فانا هاجي هنا كده اهيت اسم الداتا وير هاوس دي انسيرت انتو. هنحط في دي، بس مش هنحط في الداتا وير هاوس نفسها، يعني مفيش داتا بتتحط في الداتا وير هاوس، بتتحط في الجدول اللي في الداتا وير هاوس. طيب دوت اسم التيبل اللي انت هتنقل فيه. التيبل اللي انت هتنقل فيه اللي هو النون اللي انا لسه عامله اللي مسميه ديم كاستمر اهو. كنترول في، خلي بالك السطر ده كمان شويه هينزل ويتكتب قبله، ثم ينزل ويتكتب قبل اللي قبله، ثم ينزل ويتكتب قبل اللي قبله. انت بتعملها من دلوقتي؟ والله لا، والله ده ملصلحه. خلينا نمشي ان احنا بننقل بس الداتا دلوقتي، تمام كده؟ طيب فانت هتنقل يا سيدي القصه دي وتفتح الكورس، يلا بينا. هتنقل ايه بقى؟ هنقل الكاستمر كي والكاستمر نيم اللي هو الكاستمر، يعني هنقل كل محتويات الداتا اللي في التيبل اللي في الفيو اللي انا عايز اجيبه. فاجي ان الاسهل بدل ما اقعد اكتبهم، ما انا برضو لازم الشغل ده بيفرق كتير، فمن الاسهل ان انا اقعد اكتبهم او رايح على الفيو. انا عايز انقل من الفيو ده، وهاجي هنا كده اقول له كليك يمين، اروح كده. طيب دي الكولومز اللي انت هتنقلها بالمعلومات اللي فيها، صح؟ خدها زي ما هي، كنترول سي. حلو اهو، كنترول في. هننقل من دول، جميل، وانزل كده واقفل الكورس. ده السنتكس بحترمه. طيب جميل، سوري انا اسف، احنا هننقل في دول اللي هننقل فيهم، انا اسف، دول اللي هننقل فيهم من التيبل الايه اللي احنا لسه انشأناه، لان احنا قلنا انسيرت انتو. يعني دي كده الكولومز اللي احنا هننقل فيها التيبل اللي احنا لسه عاملين له كرييت. هوريه لك حاجه اللي هو ده، احنا عملنا كرييت تيبل كاستمر تك 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 كل دول. طيب طبعا واحنا بننقل مش بنكتب بالداتا تايب بتاعته الفيلم ده عشان بس ما حدش يتزاول. يبقى احنا هننقل في دول، يبقى كده المفروض جبنا التانيين كوبي بس مش هتفرق خلاص، بس يعني كان المفروض اخدنا دول كوبي ومسحنا الكلام المكتوب. تعالى يا عم والله ما انا مزعلك، نيجي هنا كده واروح عامل كده كنترول في، هم والله، بس همسح بقى ايه دي، وهمسح دي، وهمسح دي، وهمسح دي، وامسح ده اهي، وهمسح كده، وامسح اهو، بس كده. انسرت انتو في دول، يعني انقل في دول. طيب منين بقى هنقل منين؟ فاهم حاجه؟ يعني امر ان انسرت انتو كده لسه مش شغال، فاقول له سيلكت ايه بقى؟ سيلكت الشله الثانيه اللي هتنقل منها، يبقى ده كده الى. طب من فين بقى؟ من بتيجي تحت السيلكت اللي هم دول، كنترول سي، انت هتنقل من دول يتحطوا بقى بنفس الترتيب اهو في الكاستمر، كنترول في. هنا انا عاكس الكاستمر كي، دي كده كي، هي معكوسه كده هناك، ما اعتقدش انها معكوسه كده هناك، كي وهنا الكاستمر بس، تمام. طيب وامسح بقى دول 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 زي الفل. طيب يبقى هيسلكت دول ويجيب واللي يجي منهم يحطهم في دول، حلو متفقين. طب دول منين؟ دول فين؟ انا كسيكوال ما اعرفش. لا يا باشا تعرف فروم، دول موجودين في الداتابيز اللي اسمها
هيفي باور نيوتريشن ستيجنج اريا، خدها بقى اهي كده اهو، هيفي باور نيوتريشن ستيجنج اريا دوت اسم الفيو، فيو في دبليو اهي ديم كاستمر. شفت اقراها ازاي؟ يعني انت هتنسرت في دول من دول اللي هم في المكان ده، دول اللي هم في الداتا وير هاوس، ودول اللي هم في الستيجنج اريا، وكده تمت عمليه الموفمنت بسهوله ويسر. كده العمليه دي صح مؤقتا، العمليه دي صح مؤقتا. العمليه دي بقى هل انا هقعد اطبقها كل يوم؟ هكتب اخد السنتكس ده بره كده زي واحد غلبان زي حالاتي كده، اخده بره كده واخده كوبي كل يوم امامه؟ اما برضه مش كلام. وحتى لو عملت كده ده مش صح، مش بس عشان المجهود وعشان مش عارف ايه، ما ده مش صح. طب ما انا كل مره كده الداتا اللي موجوده، عشان كده شرحنا لك في الاول الاي تي ال والفول والانكريمنتال والستريم والمش عارف الباتش طب ما كده الداتا اللي موجوده هنقلها تاني، صح؟ يعني الداتا اللي موجوده هيحصل لها عمليه نقل تاني، يعني كده هيعمل ايه؟ دبليكيت في الداتا، وانت اكتر واحد عارف يعني ايه دبليكيت في الداتا. طيب طريقه الانسيرت بقى او طريقه مجايب الداتا، كنا قلنا لك حاجه كده في اللودنج. احنا دلوقتي في انهي مرحله يا شباب؟ في مرحله اللود، ان انت اوريدي جبت الداتا من الستيجنج اريا وبتحملها في التارجت اريا. طيب كان في طريقه كده اتكلمنا عليها وقلنا لك ان دي اللي هي، تعالى هنا كده، ايوه في اللودنج، وقلنا لك ان في حاجه في اللودنج اهي، ان انت في الفول بتعمل ترانكيت ثم انسيرت، صح؟ طيب هو ده اللي احنا هنعمله. شفت الموضوع صعب ازاي؟ فهتيجي هنا كده تقول له ايه؟ ترانكيت، حلو، تيبل، امسح الداتا اللي جوه التيبل ده. انهي تيبل بقى؟ اللي هو ده اللي انت عايز تملاه، اللي انت عايز تعبيه، فانت هتمسحه الاول قبل ما تعبيه. وبالتالي هنا انت هتكون مطمن، يعني في الحاله دي سيادتك مطمن. ليه مطمن؟ عشان مش هيحصل دبليكيت. ليه يعني مش هيحصل دبليكيت؟ ما هو انا مسحته وجايب الداتا هنا كده فول، دي كده تحت عنوان الفول، ترانكيت ثم انسيرت، تمام كده؟ طيب فانا جيت هنا كده قلت له ترانكيت ثم انسيرت. طيب برضو كده الكلام ده لو انا خدته يعني كده الداتا كواليتي انا ضمنتها ماشي، بس كده كميه مجهود ما يرضيش ربنا. انا كده بقى مضطر ارن الكويري ده كل يوم، مضطر ارن الكويري ده كل يوم. طيب ده بقى اللي ما يرضيش ربنا. ليه؟ انا محتاج هنا كده اقول له، شفت بقى كنت بقول لك السطر ده هينزل وهنكتب تحته مش عارف ايه، محتاج هنا كده اقول له كرييت بروسيجر اللي هي الستورد بروسيجر بتاعتي، عشان ده يتم بشكل اوتوميت. تمام؟ هتسميها ايه يا محمد؟ هسميها مثلا اس بي، اختصار ستورد بروسيجر لودنج. خلي اسمك واضح، لودنج داتا مثلا، او لودنج داتا تو ديم كاستمر للداتا وير هاوس. دي الستورد بروسيجر اللي مسؤوله عن لودنج الداتا. يعني من الاسم كده لو انا سبت الشركه ومشيت، لو اي حاجه حصلت اهو اس بي اختصار لستورد بروسيجر، هو خلاص هيفهمها يعني الراجل صنايعي، دي مش قصه بالنسبه له. لودنج داتا تو ديم كاستمرز. طيب هو كده عارف بتلود الداتا فين. طب بتجيب منين؟ لو كمل قرايه السنتكس هيفهم. فهمت ايه اللي بيحصل في الحاله العمليه؟ ده اللي بيحصل في الحاله العمليه. طيب ظريف قوي. طب هي كده السنتكس صح؟ بكسر لو انت فاهم. تمام؟ مش هشتم. طيب بيجان، حلو، دي كده الستورد بروسيجر. وطبعا هنيجي في الاخر نقول له اند. طيب حتى الان انا تعب نفسي وهتعب اللي معايا، الشغل كده صح، الشغل كده مفيش غلط دلوقتي، مفيش حاجه غلط دلوقتي. الغلط قلنا عليه غلط. طيب تعالى بقى، عايز تبقى بروفيشنال ولا عايز يعني ايه تتعلم من اخطائك؟ وطبعا البروفيشنال هو اللي بيتعلم من اخطائه، بس يعني في حاجات كده
لما بتبقى رايح بالورست سيناريو، لما بتبقى رايح ناسي ان نعومه الفيديوز اللي انت بتتفرج عليها على لينكد ان والفيسبوك واليوتيوب، انت بتبقى رايح مكشر كده وعارف ان ده مش هتلاقي ده، انت هتروح في معجنه، والحقيقه برضه هي المعجنه اللي موجوده يعني عشان نبقى صراحه. طيب انت كراجل انت عايز تبقى داتا انجينير، اللي انا هعمله ده كل الناس اللي هم مش عايزين يبقوا داتا انجينير بصدق هيكرهوه جدا ويشوفوه ممل جدا، وهو شايف ان هو لما وصل لحد هنا كده فده انجاز وشكرا يعني كفايه قوي يعني بقى بلاش قرف بقى يعني كفايه. طيب انت مش تبقى داتا انجينير، انا صريح معاك وانت عارف ان انا بحبك وانت اخويا وانت اختي وكل حاجه، بس مش تبقى داتا انجينير. الداتا انجينير يعني في حاجات كده احنا بنشوفها رفيعه لكن هي لا تقل اهميه عنده عن الكود ده. الناس اللي هي ما هياش داتا انجينير بالنسبه له ده كده كل الشغل، بالنسبه للراجل داتا انجينير لا انا لسه ما خلصتش الشغل خالص ولا 50% منه. ليه؟ لان انا لسه ما عملتش الجزئيه بتاعتي اللي هي الاهم، اللي هي بقى اهم من الشغل ضبط الشغل. فالراجل بقى يبدا يروح معنول لك القصه. تعال نفتح كده نيو كويري ونبدا نشوفه سوا. تعالى هغشه من هنا كده، انا ظبطته بصراحه على شات جي بي تي بس انا اللي كاتبه يعني، لو انت مش مصدقني مش مهم، بس انا اللي كاتبه. تعال نشوفه هو بيعمل ايه. اند تراي اند الكاتش جو كنترول سي. شفت الستورد بروسيجر اللي احنا عملناها حالا دي هنعملها جوب وكل حاجه، بس سيبك دلوقتي من جوب وسيبك القصه دي. تعال شوف الكلام الايه الجامد ده وايه اللي جمده. بص بقى ايه رايك، انا تعمدت اعملها هنا كده عشان تشوف. لا مش دي بقى خلاص دي مش عايزها دي، هي دي. تعمدت اعملهم الاثنين قصاد بعض كده عشان خاطر تشوف وتحكم. لو انت عايز تحس انا ليه بعمل كده، حط نفسك اكنك هتستلم شغل من حد. ايه رايك في الراجل ده؟ الراجل ده قال لك كرييت اور التر، يعني انشئ او عدل ستورد بروسيجر اسمها كذا 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 اللي هي الديم كاستمر اتس اوكي از بيجن. احنا من هنا كده متساويين، يعني التو كويريز هنا ايكوال. تبدا الاختلاف. اول حاجه هنا في فاريبل عرفه بديكلير، تمام. قال لك مش فاريبل ده 4 فاريبل. ثواني بقى. اول حاجه في حاجه فاريبل اسمه ستارت ديت. ستارت ديت دوت نوع ديت ان تايم وان تايم، او سوري ستارت تايم وان تايم نوع ديت ان تايم، وباتش ستارت تايم وباتش اند تايم. تعال نشوف الكلام اللي انا ما اعرفوش ده، انا غلبان قوي. بعد كده الراجل بدا يقول لك ايه، او يبقى ده كده اول حاجه جديده فاريبلز جوه الستورد بروسيجر وكلهم ديت ان تايم. واحد اسمه ستارت ديت وستارت تايم، واحد اسمه اند تايم، واحد اسمه باتش ستارت تايم، وواحد اسمه باتش اند تايم. طيب بيجن تراي. ايه التراي دي بقى؟ تعالى بقى هنا ده البروفيشنال اهو بقى. قبل ما احكي لك ايه التراي، او قبل سوري ما اخش في السنتكس، تعالى احكي لك ايه التراي ده. انا كراجل داتا انجينير لو انا كنت طيب فانا مش هلاقي اكل او مش هاكل عيش. ليه؟ لان ما ينفعش از راجل داتا انجينير واز والله واز اناليسيز واز انسان والله العظيم ما ينفعش ما يبقاش الورست سيناريو هو كل حاجه في حياتي. هو الفيرست والسكند والثيرد. الورست سيناريو هو الفيرست والسكند والثيرد. عايز تبقى ناجح لازم تبقى كده، ولكن الناس الناجحه بتحط بلان بي قبل بلان ايه. كلام مقرف ومتعب بالنسبه لك وانا اجريسيف وكوخه بس دي الحقيقه، مش مهم انت تكون حابب الموضوع بس دي الحقيقه. تمام. طيب فانا هاجي هنا كده اقول له تراي. ليه بعمل ده؟ عشان خاطر انا كداتا انجينير بفرض دايما ان الكلام ده كله هيضرب. لازم. ايوه والله بس انا راعي ربنا وكاتب كويري قمر وحلو، هيضرب وهيضرب فعلا. هو مش هيضرب كل يوم الا بقى لو انت يعني تبقى السباك صعب قوي. تمام. فهيضرب، بس انا بقى الشطاره بقى ايه في سرعه الريكفري. عامل زي الفرقه اللي بتلعب كوره، المدرب جايب احسن لعيبه او النادي جايب احسن لعيبه وجايب احسن مدرب وعاملين نظام صارم ومفيش سهر ومفيش وبالتالي مش هنخسر. فلما جم خسروا اتصدموا ومش عارفين يرجعوا يكسبوا تاني. لا هتخسر، هي الكوره مكسب وخساره. المهم فانت هتيجي هنا كده تقول له تراي. اللي بيتكتب جوه التراي هو ده اللي بيتعمل الاول. يعني السيكوال في حاجه كده اسمها تراي وحاجه اسمها بتاع ده اللهم صل على النبي الكاتش. اللي بيتكتب جوه التراي هو ده اللي هو الفيرست سوليوشن بتاعي على اساس ان الدنيا تبقى ناعمه. فلو الدنيا ناعمه والدنيا مشيت جميله حلوه لذيذه كده تمام انا معاك. طب لو الدنيا ما مشيتش ناعمه، الكاتش بص حتى من اسمها الكاتش يشتغل.
يعني انت كده بتحط سوليوشن. لما تيجي تشتغل على اي تي ال تول وتعمل حاجه اسمها ورك فلو او داتا ورك فلو، بيبقى عندك كذا سوليوشن. فلما تيجي تتعلم على الاس اس اي اس او اي تي ال تول، يجي يقول لك ايه؟ طب لو فيلت، انت بتطلع منها فرعين كده وتقول له الفرع الاولاني لو سكسسفول خلاص سكسس. طب لو فيل، ابعت ميل في الوقت الفلاني، بتحدد له الوقت بحيث ان هو يصحى من النوم، يصحى يجي يقول لك اصحى في كارثه. لو الراجل المدير صحى الصبح او الكلاينت صحى الصبح وما لقاش مش عارف ايه، مش هيرحمه. فانت هنا الكاتش بيعمل ده. فالراجل ده بيروح عامل الكلام ده وبيظبط جوب كده بسكادول معين، ترن الستورد بروسيجر دي في وقت معين قبل ما يبقى عارف ان المديرين هيشوفوا الكلام ده. يعني هو مثلا بيعمل ده ومفيش ضغط على السيرفر، بيرن الستورد بروسيجر، لان الستورد بروسيجر لما هترن هتعمل كل الشغل، هتعمل الاي تي ال وهتعمل الداتا موفمنت وهتعمل الداتا كواليتي وهتعمل الداتا كليننج ما خلاص بقى، ما انا ربطت كل القصه دي. فالجوبايه وظيفتها ترن الستورد بروسيجر، فالستورد بروسيجر وظيفتها تعمل اللي انا طالبه منها. طالب منها ايه؟ داتا موفمنت، تعمل داتا موفمنت. طالب منها ايه؟ داتا كلين، تعمل داتا كلين. طالب منها ايه؟ تغسل الهدوم، هتغسل الهدوم. حلو. طيب لو ما حدش غسل والمكان تنه مش نظيف، انا باجي بدري قبل المدير مثلا، ما أنا لازم ابقى اشوف ظروف شغلي ايه. بفتح بلاقي مسج تطلع لي تقول لي في كارثه في المكان الفلاني، انا كده كده ببقى عارف البرفورمانس بتاع البايب لاين بتاعتي. فالكلام ده دلوقتي مكتوب في كود، وده الجزء الارذل. لما اروح على حاجه زي اير فلو، لما اروح على حاجه زي المايكروسوفت فابريك، لما يروح على حاجه زي الاس اس اي اس انفورماتيكا، هلاقي الكلام ده جي يو اي. لو انت لا قدر الله بتسمع الفيديوهات بتاعتنا القديمه وبنقول لك ان اي برنامج عباره يا اما عن كود او جي يو اي، فهتفهم الكلام اللي انا بقوله ده. طيب فهنا كده انا الحاجه دي كود ودي الارذل، لما اروح هناك اشوف الجي يو اي بتاعها هيبقى الحياه بالنسبه لي زبادي خلاط. وهذا ليس دعوه لاهمال ده الاهم. طيب فهاجي هنا كده اقول له التراي. جوه التراي دي بقى، جوه التراي ده الكود بتاعنا مش هيتغير منه حاجه، هتشوف حالا جوه التراي الكود بتاعنا. طيب في بقى شويه تزويقات كده عشان المسجز وهي بتطلع. التزويقات دي بقى ان انت بتقول له برنت، كلمه برنت دي ان هو يعني اطبع من كده يعني، فتلاقي الكلمه دي طالعه لك كده. ادي اللودنج بتاع التيبل اللي اسمه دايمنشن كاستمر. تمام. طيب هو ظرفها لك كده ما بين حاجتين يعني، وحط لك جوه الطريق هنا كده الستارت تايم، يعني بدايه الشغل. يعني هنا كده طبعا انت عارف الجيت دي بتعمل ايه؟ لو مش عارف تبقى كارثه. دي بتجيب الكرنت تايم حالا. فالجوبايه بترن اسمها ايه؟ الستورد بروسيجر دلوقتي. فبدانا مثلا الساعه 4:28 الفجر، فهو بالنسبه له الجيت ديت 4:28 الفجر. طيب بعد ما المعجنه دي تخلص، تمام، فهو بيقول لك ادي الباتش ستارت تايم. الباتش ستارت تايم هيبدا الباتش ستارت تايم من هنا. طيب ست دي اللي هي يعني بتعمل زي ايه؟ بتبقى عندك فاريبل وبتجيبه لحد معين. يعني بتقول له انا كنت معرف لك فاريبل فوق اسمه ستارت تايم صح؟ اعمل بيه الديت دلوقتي، هات بيه الديت دلوقتي. تمام كده؟ طيب اول حاجه يبدا ايه؟ ترانكيت التيبل. مش احنا كنا مدينه اوردر هنا؟ انت فاهم اهو ترانكيت اهي عشان الدبليكيت ومش عارف ايه كل لسه لاغين في حال. طيب ترانكيت التيبل. طب بعد ما ترانكيت التيبل نبدا في المرحله اللي بعدها. اي حاجه جوه البرنت يا شباب دي كده كتكست اللي هو بيعنون لك قبل كل خطوه العنوان، هنا بعمل كذا، هنا بعمل كذا، هنا بعمل كذا. طيب بعد كده يبدا مرحله الانسيرت انتو. ها ايه رايك؟ مش دي انسيرت انتو كاتبينها سوا؟ ايه هنستهبل اهو، بس قبلها حط لك ايه؟ ان هو هنا كده بينسرتنج الداتا انتو تا. انا بعمل كذا 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 كذا. حلو. طيب بعد كده خلصنا يقول لك ايه؟ هات الاند تايم. الاند تايم بتاع ايه بقى؟ بتاع عمليه الانسرت انتو، بحيث ان انا اعرف ان حوار الترانكيت وحوار الانسرت انتو خد وقت قد ايه. فانا بدات من الاول كده قلت له ستارت تايم جيت ديت حالا، وبالنسبه للاند تايم ده الفاريبل اللي انا معرفه فوق جيت ديت حالا. فانا جبت ديت قبل ما اشتغل وجبت ديت بعد ما اشتغلت. فاجي هنا بقى اقول له اللودنج ديوريشن، واجي استخدم الفانكشن اللي هي الديت ديف،
والوحده سكند ثواني، واقول له ما بين الستارت ديت والاند ديت از فار كاركتر، واكتب لي بحيث ان هي تطلع بالثواني. يعني المصلحه دي تمت في قد ايه؟ المرميه دي خدت وقت قد ايه؟ طيب يبقى البرنت ديم كاستمر سكسفولي، لو ده تم يعني لو ده حصل هتقول لي ان سكسفولي تم، وقبلها اللود ديوريشن كذا 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 كذا. وبعدين يقول لك ايه الباتش اند تايم، يعني اللي انت عملته الباتشيه اللي انت عملتها دي، انت عملت من فوق ايه اهي ست ستارت باتش ستارت تايم من فوق خالص، وهنا الباتش اند تايم. التوتال لود ديوريشن هيجيب الفرق ما بين فوق وتحت، اللي فوق واللي تحت. طيب ده كده لو الدنيا مشيت حلوه. طب لو الدنيا مشيت وحشه، بس بص هنا كده قال لك ايه اند تراي. لحد هنا كده الحوار ده كله كده اهو، كده اهو، ده التراي. طيب لو الكلام ده فشل، قوم يحصل ايرور، تصحى الصبح تلاقي التقارير بتاعتك كلها ايه بلانكات، يرفدوك. طيب انت بقى محتاج هنا كده تقول له بيجن الكاتش، كاتش بقى طلع لي الكاتش دي. طيب اول حاجه هتبدا الايرور حصل في تحميل كذا، يبقى انت عرفت البايب لاين بتاعتك ضاربه في انهي تيبل. انت كاتبه هنا تحت الكاستمر ليه؟ لان انت اوريدي هنا تحت الكاستمر، يعني مش محتاجه يعني. فلما انت لما هتيجي تقرا المسج اللي السيكوال هيطلعها لك، لو انت مش كاتب البرنت ده فانت مش تعرف، هو يقول لك ان في ايرور. لا انت المسج هنا كده انت قلت له طلع لي مسج واقول لك ان اللودنج حصل في الديم كاستمر. طيب عرفت. طيب الايرور مسج في فانكشن جوه السيكوال اسمها ايرور مسج، فهيطلع لك الايرور مسج. انا بقى كراجل اكسبرت وداتا انجينير هفهم معنى الايرور مسج. طب ما فهمتهاش خدها كوبي روح على شات جي بي تي. طيب بعد كده الايرور نمبر، كل شفت انت ايرور 404 ده على فكره له معنى، فالايرور نمبر برضه يطلع لك، فتبدا تشوف الايرور نمبر ده بيقول ايه. طيب الايرور ستيتس، شوف حاله الايرور ايه، اند الكاتش. بس كده يبقى انت كده عملت للبايب لاين ده، عرفت ان نقل الكاستمر اخذ وقت قد ايه، في عطل اصلا ولا مفيش، ولو في يطلع لك نوع العطل وفي انهي تيبل بالظبط، والنمبر بتاع الايرور اللي طلع. فهمت بقى ان اهم من الشغل ضبط الشغل. يبقى ايه الفرق ما بين سنتكس زي ده، وبص كمان العظمه والجمال اللي فوق ان انت كاتب له ايه، ان دي بروسيجر وظيفتها كذا كذا كذا، لود كذا كذا كذا. حط نفسك لو انت رايح تستلم شغل من واحد بالعظمه دي، وانت رايح تستلم شغل من واحد مش بالعظمه دي، انهي احسن؟ يبقى انت كده لسه رايح جديد، ولما تيجي ترن ستورد بروسيجر زي دي يبقى انت عارف ان مثلا، بص بقى تكمله للعظمه، حضرتك ممكن تروح جاي هنا كده كاتب كومنت ان تعالى يا عم موفمنت داتا فروم اس 8 تو داتا وير هاوس. والله لا اكتب لك كومنت بنعمله كتير. بص بقى ايه اللي حصل. طيب هاجي اقول له هنا كده ديم كاستمر، ديم كاستمر تيك تايم، بياخد وقت مثلا هنقول 300 ثانيه. حلو. في الرن التاريخ بتاعها انا بعاملك معامله الحقيقه والله، التاريخ بتاع الكلام ده مثلا 21/5/2025. ليه؟ لان عدد العملاء هيكتر والرنايه وقتها هيطول ومش عارف ايه. يبقى انت عارف كل تيبل عندك في البايب لاين قصته ايه، بيطول فين، الوجع فين، انت فاهم حاجه؟ بلس كمان ان انت مثلا متوقع الاخطاء بتاعته. يا سلام بقى لو انت بتكتب هنا كده، ممكن يجي العيال بتوع الداتا انتري، حاجه بتحصل معانا شخصيا في شغلي، يبداوا ايه، يعملوا دبليكيت للداتا. الكلاينت ده مثلا موجود العنوان بتاعه في المكان الفلاني، فهو مثلا الراجل سافر يصيف في الجونه، فيروحوا عاملين له داتا انتري وكاتبين له عنوان جديد ومديله نفس الاي دي، فيحصل دبليكيت عندك في تيبل الكاستمر. طبعا الداتا بيز اصلا مش هتسمح بده، احنا اتفقنا على ده ايام ما كنا بنذاكر الدي دي ال. بس فرضنا ان هو كان شغال من ابلكيشن، والابلكيشن فيه ثغره والراجل الديفلوبر مش مكفر، يا اف بص الورست سيناريو تاني. تمام، فرضنا ده، ايه اللي هيحصل؟ خلاص يبقى انت هنا كده قول له الاكسبكتد
ايرورز في التيبل بتاع الديم كاستمر. يحصل دبليكيت في الاي دي، يحصل اكتب بقى، اكتب البيزنس بتاعك في ايه، عيش. وصلت؟ هنا ده الشغل، ده الشغل، دي الحاله العمليه. موضوع بقى ان انت تشوف حاجه ناعمه ومش عارف ايه، لا انت بقى محتاج ايه، مطلوب من سيادتك ايه، مطلوب من سيادتك خلينا، انا غلبان وانت غلبان، كلنا غلابه صح؟ طيب ايه رايك، عشان احنا ناس غلابه، فين شات جي بي تي، نيجي اهو كده نقول له كنترول في، واقول له مثلا اكسبلين، ايه يا عم مالك، اقول له مثلا اكسبلين this. انت المفروض عارف هنا كده لحد الان كل كلمه في السنتكس بتعمل ايه. we in details in Arabic. المفترض هفترض معاك الورست سيناريو يا عم، اقعد، الورست سيناريو برضه افتح الصفحه دي يعني، ماشي، اخد دي قبل الاول منك لله. كنترول سي، افتح يا عم الصفحه دي من شات جي بي تي، اهو اهو، يلا. طيب المفترض ان انت ما تقوليش ان انت كل السنتكس ده جديد عليك، لا هو انت اللي جديد عليك حتى الان حته التراي والكاتش، وانا قلت لك اللي فيها. التراي ايه؟ التراي يعني بتكتب التراي دي قبل السنتكس بتاعك عادي خالص، هو مفيش حاجه، الترانكيت اللي احنا لسه عاملينها والانسيرت انتو اللي احنا لسه عاملينها ومش عارف ايه. البرنتات والقصه دي مش سنتكس، البرنتات دي لتسهيل الشغل، انت بتقول له برنت يعني، يعني انت ممكن ما تبرنتش دول اصلا، امسح دي، ها، وامسح دي، انت ممكن تبرنت دي بس كذا كذا كذا، هو دي كزخرفه يعني، بيسطر لك الحاجه بس كده، مش قصه يعني، فاهم؟ فبرنت كذا كذا بتعنون القصه، بحيث ان بعد ما كل خطوه بتحصل بيبقى كاتب لك ده وتحتها التايم بتاعك وهكذا. طيب فالتراي ايه اللي بيحصل جواها القصه بتاعتك. طب جوه الكاتش الكويري بتاعك اللي هو العادي خالص، وبتحط ستارت تايم وين تايم عشان تشوف الديت بتاعك، والديت ديف انت عارفها، والكاست انت عارفها عشان خاطر تعمل تقريب، يعني مفيش جديد عليك في الحته دي، ولو حصل يكتب لك سكسسفولي تمام زي الفل. طيب الاند بقى خلاص زي الفل اهو، تحط له بقى ست دي قلنا ايه، عشان خاطر تقول له انا كنت قايل لك في متغير فوق اسمه باتش اند تايم صح، حضره دلوقتي وباستخدامه هات جواه الايه، الجيت دي. طيب بعد كده الكاتش، كاتش دي جديده عليك، كاتش دي عشان خاطر نعرف المصيبه فين، بس الكاتش عشان نعرف المصيبه فين. طب المصيبه بتتعرف فين ازاي؟ لو عرفنا الايرور نمبر والايرور مسج. طب طلعت ايرور نمبر وايرور مسج وما عرفناش، هناخدها قبل نروح على شات جي بي تي. ساعتها لما تيجي حتى تسال حد معاك في التيم تقول له مطلع لي كذا كذا، لو هو بقى اكسبرت يقول لك اه يبقى كده السيكوال، يبقى انت عملت كذا كذا كذا. شفت الدنيا سهله ازاي؟ اولا بيقول لك ان المشكله في انهي تيبل، عشان ما تقولش ايه البايب لاين ضربت، تعالى عيش معايا كده اللحظه دي، انا ياما عشتها، مش وانس البايب لاين ضربت، ايوه فين عملناها في انهي تيبل؟ لا انت خلاص هنا في الكاستم. طيب ايوه ضربه ليه بقى؟ ها ايه نوع الايرور؟ كذا كذا كذا، يبقى العيال بتوع الداتا انت عملوا كذا كذا كذا، ها التصليحه خش اعمل 1 2 3، وبعد كده الناصح بقى يبدا يدوكيومنت الخطا ده، ويا اما يطلب من الراجل بتاع الابلكيشن ديفلوبر اللي يصلح حاجه، يا اما ايه يتدرج حاجه في الكود او في الاي تي ال بتاعه من عند الفيوز، من هناك يحط كيس وين بقى، يحط كيسه سودا، يحط اللي يحطه على حسب هيقابل ايه. فهمت الموضوع؟ الراجل يعني جميل بصراحه، شرح زي الفل، بس ما اعتقدش هو مش هيزود لك حاجه اللي انا بقوله لك، صدقني اهو. يعني تعالى مثلا نشوف حته التراي والاند اللي هو انسيرت طباعه رساله بقى ادخال ديم كاستمر اي تي ال حساب المده اهو، قال حساب المده يتم حساب طباعه رساله بالنجاح، بيقول لك دي طباعه رساله بالنجاح، حساب مده العمليه تمام، كتابه الكاتش لمعالجه الاخطاء مفيش جديد، ما اتكلمش عن التراي، فين التراي؟ طب حتى الباي، طب اي حاجه،
لا التراي اكيد فوق اهي اهي. بدايه كتابه كتله تراي لمعالجه الاخطاء. لا ما عجبنيش دي، مش حلوه دي. هي تراي عشان خاطر تشغل الكاتش فماشي مقبوله اهو. اي كود داخل تراي اذا حدث في حلوه دي. اذا حدث فيه خطا ينتقل التنفيذ مباشره الى الكاتش. فهمت حاجه؟ يعني الكاتش هتشتغل لما يكون في تراي، فانا عملت تراي جواها الطبيعي بتاعي، لو ما حصلش طلع لي 1 2 3. تمام كده؟ طيب ده كده نهايه الفيديو بتاعنا. اتمنى يكون الدنيا بقى كلير بالنسبه لك. ماشي هحط الكومنت ده ما يجراش حاجه، وهاجي هنا كده. شكرا خلاص مش عايز احط تاني. خلاص يا عم خلاص. اجي هنا بقى اقول له ايه، انا عملت الداتا موفمنت. هو بصراحه ما عملناهاش كلها، فاضل لنا لسه كام جدول. خليهم في فيديو تاني ونشوفك في الفيديوهات الجايه. شكرا ليكم ونشوفكم في الفيديو القادم.